قوية استعمارية وأخرى تقليدية ضعيفة كانت هدفاً للاستعمار. فهذا القرن هو قرن العلم وقرن الاستعمار الذي طال بلدان ما وراء البحار في أمريكا وآسيا وإفريقيا، ومنها المغرب الذي جعله موقعه القريب من أوروبا والميسر للطريق في اتجاه إفريقيا وآسيا، مثلما جعله ضعف بنياته العتيقة والطمع في مقدراته الطبيعية من البلدان التي برمجتها الدول الاستعمارية الغربية ضمن مخطط احتلالاتها. وفي ظل هذا الوضع تقرأ أغلب القراءات تاريخ المغرب في القرن التاسع عشر من خلال حدث التغلغل الأوروبي في البلاد الذي كان تحدياً بارزاً، ومن خلال بعض مظاهر الاستجابة التي مثلتها بعض أوجه التصدي وبعض محاولات الإصلاح الذاتي، بما يعنيه الأمر من جمع بين ضرورة المواجهة وبين محاولات التكيف. وفي باب محاولات الإصلاح الذاتي غالباً ما يتم إبراز مبادرات عدد من سلاطين القرن التاسع عشر الذين كان بعضهم قد صقل شخصيته التعليمية والذاتية في أحد الرباطات المشهورة في المغرب، وهو رباط شاكر. رباط شاكر يوجد في حوز مدينة مراكش على بعد 90 كيلومترا تقريبا في الشمال الغربي على ضفة وادي تنسيفت، وفي بلاد أحمر، القبيلة أحمر المشهورة، ما كان يسمى الشماعية والآن يسمى اليوسفية. هو الحديث على رباط شاكر، هذا رباط شاكر من أقدم الرباطات التي وجدت في المغرب، لأنه عنده علاقة بالفتح الإسلامي مع المجيء ديال عقبة بن نافع. وعقبة بن نافع كما يعلم الجميع كانت عنده واحد السياسة، وهو أنه كيكون رباطات بحال القيروان إلى غير ذلك باش تكون منار لنشر الديانة الإسلامية. وما نساوش أن هذا الرباط كان قريب من بورغواطة، وبورغواطة كانت عندها واحد النحلة أخرى، وبالتالي كان هذا الرباط بمثابة واجهة إلى غير ذلك. هذا الرباط مر منه وتعلم منه وسكن وعاش فيه سلطانان من الدولة العلوية. عندما ينتقل السلطان إلى فاس كان ولا بد أن يكون له خليفة في الجنوب، فكان مولاي محمد عبد الرحمن في مراكش ومولاي عبد الرحمن في فاس. اكتشف مولاي عبد الرحمن ملامح النبوغ والنباهة في مولاي الأمير الحسن، ولذلك قام بإرساله إلى شاكر. علاش مولاي عبد الرحمن يفعل هذا؟ والسلاطين الذين آتوا بعده تصرفوا نفس التصرف، لأن مولاي عبد الرحمن والأمير والأمراء أن يتربوا في مناخ وفي جو هادي، ويبتعدوا عن نعيم القصر ورفاهية القصر. إنه بلاد حمر غير الصحراء والو كاينش، والأكل في وقته والعمل في وقته، والأساتذة كانوا يأتون من فاس أو يأتون من مراكش. هذا الرباط غيستمر في العمل طيلة تاريخ المغرب، التاريخ الإسلامي، وغيكسب واحد الشهرة جديدة خاصة مع مجيء الملوك العلويين، السلاطين العلويين، خاصة مع سيدي محمد بن عبد الله. يحكي الناصري في الاستقصاء أن سيدي محمد عبد الله لما بنى مدينة الصويرة وكان عائدا إلى مراكش توقف بهذا الرباط وسأل عن أهله وعرف سيرته إلى غير ذلك، فاتخذ قرارا أن عين على قبيلة حمر أو على المنطقة أحد شيوخها لينظر في أحوالها، وفي نفس الوقت ربط أو أمر بتجديد هذا الرباط وببناء دار تكون لأمرائه لكي يتعلموا فيها أصول الدين والفقه واللغة إلى ذلك. منذ ذلك التاريخ ورباط شاكر مرتبط بتربية الأمراء العلويين، بداية من عهد مولاي عبد الله مرورا بسلاطين القرن التاسع عشر.
إذا منذ عهد سيدي محمد عبد الله ومرورا بسلاطين القرن التاسع عشر إلى غاية السلطان مولاي الحسن الذي درس هو الآخر بهذا الرباط، وزار هذا الرباط رفقة أبنائه، وكان يحكي لهم ذاكرته كيف تربى هناك مع باقي الأمراء والأقران، وأمر كذلك بأن يتعلم فيه بعض أبنائه وعلى رأسهم مولاي الكبير ومولاي عبد الحفيظ. وبالإضافة إلى تعلم المولاي الحسن تعلم فيه كذلك السلطان مولاي عبد الحفيظ. مولاي عبد الحفيظ تاوت سكن في هذا رباط شاكر وقضى فيه أكثر من شهر، وكان معه شخص قرين له اسمه إدريس عسكري، لأنه منه كذلك كان يجتمع المجاهدون للدفاع على سواحل المغرب وثغوره، خاصة إما للمرور إلى الأندلس للدفاع عن الأندلس في عهد المرابطين وفي عهد الموحدين وفي عهد المارينين، أو لتكوين خلايا المجاهدين للدفاع عن ثغور المغرب أمام الغزو الإيبيري لسواحل المغرب. أما في أوروبا فقد فكرت الدول الأوروبية في التوسع عندما ضاقت أسواق هذه البلدان بالمنتوجات والبضائع المتدفقة عليها من المعامل والمصانع، فضلا عن رغبة وفضولية الأوروبي في معرفة ما هو غريب وعجيب، وفي اكتشاف والتعرف على عوالم جديدة. توجهت أنظار رجال السياسة وأرباب الأعمال إلى الأقطار الأجنبية في أوروبا وآسيا المعمورة، ومن بينها طبعا بلدان الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط القريبة إياها بالعمل والسعي على توفير أسواق خارجية تستوعب فائض الإنتاج الصناعي والفلاحي من جهة، وتسمح بالتزود بأرخص الأثمان بالمواد الأولية التي كانت مصانع ومعامل بلادها في حاجة ماسة إليها من جهة أخرى. في القرن التاسع عشر وفي عهد السلاطين الذين تناوبوا على الحكم في هذه الفترة، أي السلطان مولاي سليمان وابن أخيه السلطان مولاي عبد الرحمن بن هشام وسيدي محمد بن عبد الرحمن ومولاي الحسن وابنه مولاي عبد العزيز ثم مولاي عبد الحفيظ، هؤلاء كانوا يسيرون بلدا لم يدخل الفترة الحديثة، فترة العصور الحديثة بالكيفية التي حدثت في أوروبا. كان المغرب بلدا تقليديا عريقا في القدم، يحتل موقعا استراتيجيا بالغ الأهمية في أقصى الشمال الغربي للقارة الإفريقية، غير أنه لم يكن بعد قد أخذ بأسباب الثورة الصناعية والتقنية ولا الفلاحية وغير ذلك من أوجه ومظاهر التطور الذي عرفته البنيات الاجتماعية والثقافية في الأقطار الأوروبية.